تركت أنا وإنسانة إلي 17 سنة أنا وياها، موقف صار معك فجأة وترك فيك أثر كبير. من يومين 3 والله. شو الموقف؟ الموقف لأنه تركت أنا وإنسانة إلي 17 سنة أنا وياها. كيف؟ كيف كتير شغلات 17 سنة شو بده يكون؟ في كتير شغلات. شو السبب طيب؟ السبب هالوضع أول شي، وثاني شغلة يعني ما في نتيجة لأي شاب بهالبلد. يعني البنت أكيد ما حتستنى لأيمت. بس إذا صار لك أنت وياها 17 هلا ايه سنة. تمام، هذا نصيب بيكون، بس بعدين مع الايام بصير الواحد بيتاقلم عليه نصيب. مزبوط. طيب السبب الأساسي أو المحوري؟ هلا السبب الاساسي هي المشاحنات والعصبيه الزياده والانانيه. بهالوضع الواحد كل واحد عم يمشي على انانيته هلا لحتى يقدر يعني يمشي حاله. وبعدين ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني في كثير قصص، بس المقابل هي شغله يمكن دقيقتين ثلاثه بدي اختصر كمان يعني قد ما ندمان؟ هو ندمان. ما عاد بقدر اقول لك ندمان ولا لا، لانه مش الحال. لانه هي ندمان ما لا، يعني في 17 سنه بالموضوع اكيد، بس لا مالي تعتبرون ندمان. راحوا من عمرك هيك؟ ايه. آه اكيد. كبيتهم؟ لا ما خبيتهم، بس شو بدي اساوي؟ يعني سلمت امري للي خالقني، اكثر من هيك ما بعرف. يعني شو كمان؟ احكي لنا أنت، شو أكتر شيء أثر فيك لما تقعد بينك وبين حالك وتتذكر؟ شو أكتر شيء يعني أثر فيك بخصوص هاي القصة؟ والله الاشتياق اول شيء كثير، يعني الواحد بيشتاق او بحن لشغلات كان معه شخص يشترك معه فيها. وين ما راح، يعني هلا البلد حفظناها، يعني انا وياه درنا كثير. يعني اكيد كل قرنه لها اثر ولا ذكرى. ايه. واكثر شيء يعني هي جارتي على فكره، بيني وبينها بنايه، يعني بشوفها من الاسطوح اوقات من الشباك كذا. بضل هيك، بس خلص يعني انه ما عاد في مجال انه نرجع لبعض. ساوينا مقاتلات كثيره بهالفتره، يعني هي شوي تاني رح تكرهني، وانا يعني كمان كرهتها وما كرهتها. معقول الحب يتحول لكره؟ هي انانيه لانه صارت اخر فتره. كيف يعني أنانية؟ شلون يعني انانيه؟ يعني صارت بدها حالها بس، ما عاد بدها حدا، لا اهلها لا عيش، المهم بدها حالها، انه تنبسط تعيش تمشي مع العالم انه مبسوطه. غير حدا يزعجها او اي شغله رح ترفضها، يعني رح تبعد عنها اكثر شيء. ووجع راسها صار اهم شيء، يعني قبل برأيك